طبعا الفيديو ده بعد السلام عليكم ورحمة الله. ده مخصص لكلمة قصيرة جدا، بتكلم فيها عن افتتاح المتحف وجزء تاني من الفيديو الأولاني. وبتكلم على إن ملوك مصر الفراعنة كانوا قاريين كويس جدا دول الجوار، وقاريين كويس جدا إن هم يسيطروا على منابع المية، وقاريين كويس جدا إن هم من أيام سنوسرت الثالث ومن أيام تحتمس الثالث ومن أيام رمسيس الثاني يسيطروا على كل منابع النيل ويمتد نفوذهم إلى الجنوب، ويقدروا إن هم يسيطروا على كل الخطر اللي بيهدد مصر سواء من الغرب أو من الجنوب أو من الشرق. اللي يلفت انتباهك دايما في دراسة التاريخ، باعتباري مدرس للتاريخ المصري، بيلفت انتباهك جدا إن الفراعنة اهتموا جدا بالحدود الجنوبية، حتى إن سنوسرت الثالث المقولات المأثورة عنه لما كان بيقول أو بيتكلم عن الحدود الجنوبية يقول إن من يدافع عن هذه الحدود فهو ابني وهو ولدي، وأما من لم يدافع عن هذه الحدود فليس بابني وليس بولدي. ده بيبين لك إن الحدود الجنوبية المصرية مهمة جدا، خاصة لمنابع النيل اللي الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا كرمنا وعوضنا خير في موضوع سد أثيوبيا نسبيا، بأن المية الحمد لله زادت شوية، والمفيد توشكا الحمد لله خد مية واكتفى واتملى بالمية. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يكرمنا ويزيل عننا اي اخطار. ومن يدرس التاريخ فهو له العبرة، ومن يعيش التاريخ فله الذكرى. اما من يأخذ التاريخ عبرة وذكرى فيضيف عمرا الى عمره. شكرا لحضرتك.